المشاركة التي تأتي من جانب العديد من المنتخبات الأخرى. نتحدث عن المنتخب نيكاراغوا قبل 132 على مستوى التصنيف العالمي. أعطيت انطلاقة هذه المقابلة. المباراة مقابلة ليست فقط كونها مقابلة شكلية أو مقابلة. محاولة ديال الانسداد، لا تزال الكرة المغربية، فرصة من إيغامان يهيئ نفسه للتسليم، كيختار تمريرة، كرة داخل منطقة الجزاء، فرصة تمريرة عرضية، كان بالإمكان يكون الهدف الأول. عرضية صوب اسماعيل، صوب السيباري، كان في الوضعية المثالية ولكن لم يتمكن من استثمار دياز من الجهه اليمنى. المحاوله والتمرير العرضي والبحث عن الكره التي بغربي. ابراهيم يختار المرور، يختار المراوغه، ثم بعد ذلك يعيد الكره للخلف. هناك خطا، هناك مخالفه، والحكم يعلن عن خطا لصالح المنتخب الوطني المغربي. هي بدايه يظهر على انها جيده، هي بدايه. هذه كره داخل منطقه الجزاء، تغطيه من جانب الدفاع ومباشر. حقق النتائج دائما الطيبه راسيه بهذه الكيفيه. محاوله للجهه اليمنى، البحث عن الكره بالراس ولكن السيبر لم يتمكن منها، وفي اخر المطاف الى خارج رقعه الملعب. جواد اليميق واحد من اللاعبين الذين استأسدوا في المقابله الماسيه التاريخيه، شوط اول ب4 أهداف. تابع هذه الكره المونديال 2026 بالولايات المتحده الامريكيه، كندا والمكسيك. الهدف الاول اليوم في اي دقيقه سياتي الهدف الاول. مرور رائع من الزئبقي الياس بن الصغير الذي مر بسهوله، مر ببراعه، مراوغه لاعب اول وثاني وثالث، والياس يحصل على مخالفه، ضربه خطا واضحه. شاهد هنا طريقه المرور، والحكيمي يتقدم يسدد ارضيه تصطد بالجدار. هي محاوله ممتازه داخل منطقه الجزاء، البحث عن من رمابيه، محاوله ممتازه. اسماعيل سيباري كره داخل منطقه الجزاء، لا تزال الفرصه مواتيه للعناصر الوطنيه لكن كمان اللي عنده 24 سنه. كره من الجهه اليمنى، هذه محاوله من سيباري. كنا نتحدث عن الانسلال، البحث عن المرور ولكن في اخر المطاف هناك التغطيه وهناك مخالفه. البطاقه قادمه ستشار لا محاله من حكم المواجهه اليوم. كيفيه ومحاوله الانسلال من عبد الصمد الزلزولي، التسديد والتصويب، يغيب التسديد وتغيب التصويب وتغيب هذه الامور وتحضر نعم رده الفعل. ضعت الكره لكن ما استسلمش، مشى ورجع. خاصة قبيل كأس العرب، كرة في الجهة اليمنى، هذا دياز اختراق، تسديد، تأخر بعد الشيء. إبراهيم دياز كان هذه الكرة صوب من حكيمي في محاولة الاستخلاص ولكن يأتي تقنية نفاذ بهذه الكيفية. البحث عن الكرة الثانية بهذه الصورة. تغادر هنا الاختراق، الدخول داخل منطقة الجزاء، وإيغامان بعيد عليه الكرة بعد الشيء، ولكن عملية هجومية جيدة. أعطينا الأرقام، أعطينا الإحصائيات، لكن ننتظر التسديدات، التصويبات صوب المرمى. خطأ يقول الحكم، الخطأ الثالث الذي يرتكبه لاعبو المنتخب الوطني المغربي مقابل 5 أخطاء ارتكبها منتخب الكونغو. السيباري يعتذر بروح رياضية ومرور جيد. عبد الصمد السلسولي وصل الكرة، هناك مخالفة، السرعة موجودة عند لاعبي المنتخب الوطني المغربي، طريقة باش كانت هناك عملية خطف الكرة ثم بعد من المنتخب المصري وصل 9 ديال الاهداف. كرة بهذه الكيفية، محاولة العبور، المرور، عودة لدياز، نايف العيناوي، إيغامان، عملية هجومية، محاولة بهذه الكيفية. صيبة قبل كونغو مرة أخرى، إراقة دخول التمريرة خارج منطقة محاولة ممتازة الرأسية ولكن مباشرة إلى خارج رقعة الملعب بالصير. تمريرة عرضية ولكن في غياب متمم للعملية، فكرة ذكية ولكن في غياب متمم للعملية. بالإمكان الانتظار منتخبات عديدة لأن تلتحق بركب لإبعاد الخطر. التسديدة الأولى ومباشرة إلى خارج رقعة الملعب. أول تسديدة لمنتخب الكونغو في الدقيقة 27. أول تسديدة أتت من أقدام اليسرى لتمريرة في الخطأ الأمامي، وكان بالإمكان أنها تمر عبد الصمد الزلزولي، تمريرة عرضية داخل منطقة الجزاء ومباشرة نحو الركنية. تقدمون ومباشرة صوب الحارس. ستكون حاضرة في كأس العالم المقبلة. منتخب الكونغو كاين خطأ. أشرف حكيمي يصاب بعد التدخل الماضي. التدخل شاف الحكم أنه
يحتاج بطاقة، وذاك ما فعل بهذه الكيفية الرأسية. تبحث عن متمم للعملية. الحكم يرى أن هناك مخالفة لصالح منتخب الكونغو، جمهورية الكونغو. شوف طريقة التفاعل، الاندفاع، شوف طريقة التفاعل، التوتر. هذه من الأشياء التي نشاهدها الآن. أمامية، تغطية من جانب الدفاع، إبعاد للخطر من جانب جواد اليميق. اليميق يبحث عن التمرير بالمرتد الخطيف. كرة مغربية بهذه الكيفية، محاولة من جانبه كمان داخل منطقة الجزاء، لا تزال الخطورة، ولكن بعد ذلك كرة للمنتخب الوطني. كروانيك فرصة، محاولة داخل منطقة الجزاء، فرصة بهذه الكيفية، والحكم يرى أن هناك ركنية للمنتخب الوطني المغربي. سفيان كرواني الصعود ديالو داخل الشق. كرة ممتازة بالإقامة، لا أعتقد أن فيها خطأ. دخل على كرة، مشى الكرة ديالو، لا أعتقد أن فيها خطأ. ويتساءل أيضا بدوره وليد الركراكي. المجد كرة بهذه الكيفية، محاولة رأسية، عادت مرة ثانية لاستفاد. أمامية في محاولة صوب دياز، والأقرب الحارس. تمريرة عرضية، فرصة، محاولة رأسية من جانب إسماعيل السباري على ارتقاء، لمس الكرة بالراس، والكرة مباشرة إلى خارج رقعة الملعب. مرور صوب الجهة اليمنى، حكيم الوصول للكرة، نعم، تمريرة عرضية، كرة لملعب صمد السلسولي رأسية، وتعود من جديد. جول! فرصة الهدف لاحت في الأفق. إلياس بن صغير التسديد، لكن الكرة فوق العارضة بسنتيمترات. نعم، فرصة من الجهة اليمنى، تمكن بن صغير اختراق مرور أمام 3-4 ديال اللاعبين، وضاعت له الكرة. بن صغير تسديدة قوية، حل من الحلول في عالم كرة القدم حينما تستعصي، نعم، الكرة أن تدخل في شباك المنتخب داخل منطقة الجزاء. راسية، لا يا فقرد، لم تغادر. تعود للمنتخب الوطني، تمريرة في العمق، محاولة اختراق، فرصة من إبراهيم دياز، تسديدة وضربة جزاء. أعتقد أنه فيها ضربة جزاء. الحكم الموريتاني يتساءل مع منتخب الكونغو، لأنه كالتعبير غادي يشوفوا الإعادة في الوقت المناسب. في الأنفاس الأخيرة تزداد الجنبات المركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله بمدينة الرباط. جولة أولى مشاهدينا الكرام، 0-0 بين المنتخب الوطني المغربي ومنتخب الكونغو. جولة أولى تنقضي 0-0 في انتظار الشوط الثاني. شكرا لكم على حسن المعاينة والمتابعة. محمد العدالي جزاء في الأنفاس الأخيرة من الشوط الأول لإبراهيم دياز. وإياكم في 45 دقيقة جولة ثانية، تغيير واحد من الناحية الهجومية. إلياس بن صغير هو من غاد، ولكن الى خارج رقعة الملعب. عبد الصمد الزلزولي بالراسية، لكن كانت عالية عليه بعض الشيء، الشيء اللي خلانا نتغادر الى خارج رقعة الملعب. تمريرة عرضية داخل منطقة الجزاء، كادت ان تقدم المطلوب، واشرف حاجة السباري، تمريرة ممتازة، تمريرة عرضية جانبية، فرصة جول. يضيع فرصة تهتز، نعم، كرة تنفذ، تحضير بهذه الكيفية. أشرف يبحث عن التمرير، يختار الجهة اليمنى لدياز يرفع كرة داخل منطقة الجزاء، لكن صوب الحارس المستمر. عبد الصمد الزلزولي، المهارات الفردية الآن، كرة من عبد الصمد الزلزولي، كيف خطأ تدخل من الخلف، على الأقل يستوجب بطاقة، على الأقل. الحكم الموريتاني اليوم عبد العزيز بوضعية مثالية، لكن هذه كرة تنفذ مباشرة إلى خارج رقعة الملعب في غياب متمم للعملية، في غياب لاعب بإمكانه اليوم. كرة للمنتخب الوطني المغربي، ياسين بونو يتمكن انطلاقه بسرعه من عبد الصمد الزلزولي، يمر، لكن تغطيه من جانب الدفاع. عبد الصمد الزلزولي يصاب ويسقط على رقعة الملعب، والحكم يقول ليس هناك شيء قبل ان يعود يوقف المقابله. صمد الزلزولي ينطلق امام لاعبين اثنين، تمريره عرضيه، فرصه مواتيه، محاوله، ولكن تضيع في اخر المطاف. كمان لم يتوقع ان تكون الكره بهذا الاسلوب. نعم، يكون المنتخب الوطني المغربي عن طريق عبد الصمد الزلزولي، الاختراق، المرور، السقوط، لم يتمكن من في سنوات غابره 1972 بدوله في الكاميرا ان نتابع، ونحن نتابع هذه الكرة وهذه الفرصة، هذه المحاولة، تسديدة قوية مباشرة، صوب الحارس
صوب الحارس نايل العيناوي كان يسير نحو تسجيل الهدف الأول في هذه المباراة. ونحن نتذكر التاريخ الحافل بالأهداف بين المنتخبين. بحث عن من؟ عن رأسية من؟ نايف أكرد كان الأقرب. كرة تنفذ بهذه الكيفية. محاولة أشرف حكيمي، الانسلال، الاختراق، فرصة الهدف. جول 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 جول. يسجل يوسف النصيري في شباك منتخب الكونغو، يسجل هدف أول في مباراة اليوم. سردنا لحضراتكم تاريخ المواجهات، دائما كانت فيها الأهداف، دائما كانت الشباك تهتز، ويوسف النصيري يتمكن من زيارة الشباك ويضع الكرة في مرمى منتخب الكونغو. كرة عرضية جانبية بهذه الكيفية، لعبت من أشرف حكيمي، الاستلام، التمرير العرضي، ويوسف النصيري في الشباك. كرة عرضية ثم بعد ذلك يوسف النصيري في الشباك. هدف ممتاز، هدف ملعوب، هدف لعب بطريقة جميلة على الانسداد ثم تمريرة من خميش يبحث من الكعبي عن تسجيل الهدف، لكن هناك التغطية من الدفاع. لا زال مستمر لمنتخب الكونغو. كعبي محاولة اللحاق بالكرة ويحصل على كرة تنفذ داخل منطقة الجزاء. كعبي محاولة من جديد للتسديد، لا تزال الخطورة مستمرة، ولكن صوب الحارس واللاعب الثاني يرجع الكرة لخلف. تمرير عرضية، البحث عن رأسية الكعبي ولكن مباشرة نحو الركنية. الكعبي وإلى جانبه يوسف النصيري والابتسامة العريضة على محيي لاعبي محاولة المرور. لا ممتازة من يرفع عليه الكرة داخل منطقة الجزاء. البحث عن مسدد، بحث عن رأسية، لا تزال الكرة مغربية عرضية جانبية، فرصة من الكعبي، رأسية ومباشرة صوب الحارس. يختار النبي صوب النصيري، يلا نصيري، يدخل نصيري، سدد نصيري، مرر كرة بهذه الكيفية، حاول يلعبها فوق الحارس لكن صوب ندينغا الذي تمكن منها. كانت منادات على الكرة في الخلف ولكن نصيري ممتاز اختراق، دخول داخل منطقة الجزاء، فرصة، محاولة صوب كعبي، لا تزال خطورة مستمرة. ممتازة محاولة أشرف حكيمي، تسديدة قوية. الكعبي خذا وضعية مثالية، كان في وضعية جيدة، حضر كورته، هيئ، سدد، تخلق فرصة خاصة، كرة ممتازة، ضربة من قصير كعبي، محاولة المرور. قنطرة الصغيرة يا خماش، لم يسلموا من قنطرة صغيرة يا خماش. التمرير، الاختراق، المرور، تسديدة ممتازة، صوب الحارس خماش اللي ممكن يجي من الجهة اليمنى، تمريرة بخارج القدم نحو الانتصارات. كرة تنفذ بهذه الكيفية، تغطية على كرات أمامية منتخب الكونغو. لاحظوا وصلنا الدقيقة 82.